كتحس ان المستقبل غامض، خايف تضيع وقتك في مجال ما فيهش فرص. ماشي غير انت، بزاف ديال الناس تايهين بين المجالات وكيقلبوا على شي طريق يضمن لهم دخل مستقر في المستقبل القريب. المشكل المنافسه كبرات والتقنيات كتطور بسرعه، ولكن راه عندك فرصه ذهبيه. تدخل المجالات غادي تزدهر قدام عينينا، من التجاره الالكترونيه للذكاء الاصطناعي حتى الصحه والطاقات المتجدده. المستقبل واضح قدامنا، غير خاصك تختار المجال اللي يناسبك. ويناسب مهاراتك والسوق ديالك. وها هما افضل المجالات اللي غادي تخلق ثروه في السنوات الجايه. اولا، تجاره الكترونيه نيتش متخصصه، بيع منتجات متخصصه مثلا العاب تعليميه ومنتجات طبيعيه. ثانيا، الذكاء الاصطناعي، تعلم البرمجه والتطبيقات الذكيه. ثالثا، فريلانس وخدمات رقميه، الكتابه والتصميم والتسويق والديزاين. تعليم رقمي، كورسات، كتب، قنوات. خامسا، صحة وعافية، تغذية، رياضة، مكملات غذائية. سادسا، حلول الدفع الرقمية والتطبيقات المالية. سابعا، زراعة ذكية، مشاريع فلاحية حديثة وطبيعية. المستقبل ماشي اللي كيتسنى، بل اللي كيتحرك من دابا. المجالات اللي ذكرناها ماشي غير ترند، بل فرص حقيقية كتخلق الثروة وكتفتح أبواب النجاح قدام الناس طامحين. ما تبقاش كتجرب عشوائيا، اختار مجال واحد، ركز وتعلم بذكاء. واخا تبدا صغير، المهم هو تبدا.